أنهكت. سقطت على السرير وكأن جسدي ما عاد يحتمل. يومي يضيع، حماسي مفقود، وأحلامي تتبخر قدامي. أسأل نفسي ليه غيري سابق؟ ليه فيهم طاقة وأنا لأ؟ ليه حاسس إني غريب عن نفسي؟ كل يوم أقرر أبدأ، وكل يوم أفشل من جديد. فتحت موبايلي وشفت الفيديو ده، مش علشان أتحفز، لكن يمكن ألاقي إجابة، يمكن ألاقي نفسي. اسمعني كويس، ده مش خطاب حماسي، دي جلسة صدق مع أخوك. وجلسات الصدق مؤلمة بس بتصحي، فخلي قلبك صاحي وعقلك حاضر، وخلي الألم يقرب مش تهرب منه. كل يوم توعد نفسك تبدأ بداية جديدة، بس النتيجة نفس الفشل. يا صاحبي، أنا كنت هناك، كنت ملك الخطط الوهمية، أرتب يومي بالدقيقة لكن أضيعه بالكامل. وكنت دائما أقول مش عارف ليه ومش عارف أبدأ منين، لحد ما عرفت السر. سر واحد بسيط لكنه غير كل شيء. قارن نفسك بنفسك، مش بأصحابك، مش بالناس، مش بأي حد. قارن حالك اليوم بحالك أمس. لو في سر حقيقي للتطور فهو ده. كل ما تبص على غيرك هتخاف وهتحبط وهتوقف مكانك، لكن لما تبص لنفسك هتشوف كل غلطة، كل دقيقة ضيعة، كل فرصة ما استغلتهاش. مين أضرب ضعفك؟ غيرك. مين أضرب إهمالك وتقصيرك؟ أنت وبس. حاسب نفسك، شوف يومك اللي فات ضاع إزاي، واكتب وعد، مش وعد بالكلام، وعد بالفعل، إن النهاردة يكون أفضل من امبارح. حتى لو مرهق، حتى لو كسول، قاوم وابدأ خطوة، وتعال شوف بعد أسبوع ثقتك بنفسك رجعة، وإيمانك بحلمك بيكبر. بس تمهل، مش أنا اللي بوعدك. اسمع وعد ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مفيش تغيير حيحصل من السماء غير لما تقرر انت تتغير. غير نفسك، صحح غلطاتك، وتعال اسمع السر الأكبر. تخيل لو فات كل يوم أقسمت تكون أفضل من امبارح، حتى لو كان امبارح أعظم أيامك. وجاهد، امشي على طريقك مش طريق الناس، واكتبها. أيوة دلوقتي اكتبها بإيدك. تحدي اليوم ضد الأمس، خليها معركة شريفة بينك وبين نفسك. ولو كسبتها فمبروك، بدأت طريق جديد. لو وصلت لحد هنا من الفيديو يبقى أنت أكيد انضميت لنا.